صباح الخير او مساء الخير باي توقيت انت بتشوف الفيديو ده. معلش صوتي متغير، انا كان عندي برد، بس الفكره كلها ان انا بقالي اكتر من 3 ايام بستفز استفزاز مش طبيعي بسبب اللي انا بشوفه. يعني الناس كلها في اوروبا وكل المديرين الفنيين بقالهم حوالي شهر بيتكلموا على ان السعوديه بتبوظ سوق الانتقالات، السعوديه بتبوظ الرياضه، السعوديه بتبوظ كره القدم، السعوديه بتدفع فلوس كتير فعشان كده اللعيبه بتروح. وهم بيعملوا اكتر من كده بكتير. يعني بيب جوارديولا ويورجن كلوب اكتر اتنين اتكلموا في الموضوع ده، مع اننا لو جينا مسكنا الموضوع كده من حوالي 3 4 سنين هنلاقي ان فرقه زي ريال مدريد كل سنه لازم تشتري لعيب معدي ال 100 مليون. من ايام كريستيانو رونالدو لما كان ب 90 مليون واعلى لعيب في العالم، وبعد كده جاريس بيل، السنه اللي فاتت شواميني، السنه دي بيلينجهام. يعني ما هو في فلوس اهو بتدفع ومن فريق في اسبانيا. طب ليه؟ باريس سان جيرمان كل سنه برضك، او مش كل سنه، يعني يمكن كل سنتين مجموع اللعيبه اللي بيشتريها بيعدي ال 300 400 مليون ومحدش بيتكلم. يمكن كلام من بعيد بس عشان الفرقه ما بتنافسش كتير في الشامبيونز ليج فمحدش بيتكلم. تيجي بقى عند انجلترا اللي هي فيها المشكله كلها والناس كلها عماله بتتكلم، لان في لعيبه كتير من انجلترا راحت السعوديه. اول فريق هو الارسنال. الارسنال اصلا اللي هو ما كانش معاه فلوس السنه دي شاري ديكلان رايس ب 115 مليون وشاري هافرتس ب 70 مليون. انا ما اعرفش اصلا هو الدفع عليه اللي فيه 70 مليون، بس يعني ده اقل فريق في انجلترا كان بيصرف. كانت العمله بتاعته زمان الجندوزي لو حد فاكر. تشيلسي السنه اللي فاتت شاري انيزو فرنانديز، لعيب وسط ملعب يعني صغير ما عملش حاجه في حياته غير ان هو لعب مع ميسي وخد كاس العالم في الارجنتين. بس هو ده دافع فيه 150 مليون، ولعيب ولا هيجيب اجوان ولا هيصنع ولا هيعمل اي حاجه، يعني مش عارف. بس الناس ما اتكلمتش. مدرك اللي جابه بعد كده داخل في ال 100 مليون، والسنه دي عمال فاتحها على البحري وعمال بيشتري. ماشي، نسيبنا من تشيلسي والارسنال، الناس محترمه وما اتكلمتش وعماله شغاله في صمت. نيجي بقى عند جوارديولا. انت جوارديولا اصلا عايش على الصفقات. اي فريق كنت بتروحه ده مدرب كويس وكل حاجه، بس اي فريق كنت بتروحه كنت بتشتري صفقات كتير جدا. طب مش هنروح بعيد، السنه دي انت جايب مين؟ جفارديول فاكتر من 100 مليون، وكوفازيتش ما عداش. السنه اللي فاتت او اللي قبليها كان جريليتش اغلى لعيب في العالم او اغلى لعيب في انجلترا. طب السعوديه يلا تبوظ ولا في ايه؟ يورجن كلوب اللي قال لك انا ما بحبش ادفع في اللعيبه مبالغ كبيره. طب فان دايك انت دفعت فيه كام؟ داروين نونيز لما السنه اللي فاتت كنت عايز تجيب هالاند وما عرفتش وجبت نونيز وقلت هو ده اللي هيكون المستقبل وهيعدي هالاند، واتدفع فيه حوالي 90 مليون لدرجه ان المديرين بتوع بنفيكا يقول لك احنا استغربنا من الرقم اللي اتدفع. السنه دي هو عارض على كايسيدو من برايتون 115 مليون وخلاص خلص مع برايتون، لولا ان اللاعب طلع وقال لهم انا ماضي بس وقايل كلمه شرف مع تشيلسي، فانا همضي مع تشيلسي مش همضي مع ليفربول. هو ده اللي السعوديه بتبوظ الكره، هو ده السعوديه اللي بتبوظ الرياضه. السعوديه مفيش نادي واحد دفع المبلغ ده في لعيب. يمكن نادي الهلال دافع في ميلينكوفيتش زافيتش ونيفيز حوالي 90 مليون. انتوا الرقم ده ساعات ما بيكملش 8 لعيب. بس هم السعوديه برضك هم اللي بيبوظوا. بيفكروني في فكره اصل العراق فيها ارهاب وليبيا فيها ارهاب وسوريا فيها ارهاب، بيفكروني بنفس الكلام ده. انت ما بتكون عايز حاجه بتروح تاخدها من الدول العربيه، لكن الدول العربيه ما بتبقى عايزه حاجه بيبقى مش حقها. ما ينفعش. طيب الايام هتثبت وهتشوف، وهو دلوقتي شغال نهائي كاس البطوله العربيه، ولا ما اظن يعني ان كل الناس سايبه الدوري الانجليزي وبتتفرج على نهائي البطوله العربيه. يعني كل الناس سايبه الدوري الانجليزي اللي بتستناه والافتتاحيه وبتتفرج على نهائي البطوله العربيه ما بين الهلال والنصر. وكفايه ان انا اقول لك ان الافتتاحيه بتاعه الدوري السعودي في اكتر من 20 قناه كانوا ناقلين الماتش. مش بمزاجكم، النجاح مش بمزاجكم ومش على مزاجكم. سلام.